تعرف ان في اجهزه كتير جدا بتستخدمها كل يوم، والاجهزه دي بتاثر بشكل مباشر على جوده نومك. اجهزه زي اللابتوب، زي الموبايلات، زي التابات، زي التلفزيون، كل الحاجات دي بتخرج حاجه اسمها بلو لايتس او الاشعه الزرقاء. الاشعه دي لما بتخرج بتاثر على جوده نومك بشكل كبير، لانها بتقلل افراز هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين ده مسؤول عن تحسين جوده النوم، فلما يقل جوده نومك بالتالي هتقل. خليني برضه اقولك على شويه طرق تقدر تقلل تعرضك بيها للاشعه الزرقاء اللي بتخرج من الاجهزه. اول حاجه، لو انت مضطر تقرا حاجه بالليل او تتفرج على التلفزيون او تمسك التاب او اللابتوب، ممكن تلبس نظاره فيها عدسات بتعكس الاشعه الزرقاء دي، في انواع عدسات كده. تاني حاجه، نزل برنامج اسمه اف لوكس. الاف لوكس ده بيقلل جدا الاشعه الزرقاء اللي خارجه من الاجهزه بتاعتك، ده بينزل على اللابتوب او ينزل على الموبايلات او التابات. تالت حاجه، في حاجه اسمها اي كومفورت شيلد، او فلتر بيخلي الاشعه الزرقاء اللي خارجه من الموبايل توصل بشكل قليل جدا لعينك، او يقلل انتاجها جدا من الموبايلات او الاجهزه. رابع طريقه، ودي افضل طريقه، انك تقلل استخدام موبايلات، تلفزيون، تاب، اي حاجه من دول قبل ما تنام بساعتين.